السلام عليكم ورحمة الله. أخويا وليد وللضيوف الكرام وللمشاهدين. الله يحييك. بس تفاجأت أنا بالتايجر اللي أنت لابسه هذا، يعني القميص هذا كان اخترته اليوم صدفة ولا؟ لا لا لا، جبت معايا ملابس، شفت تايجر وخلاص، عجبني وخلاص الحين القلب صار مع تايجر الحين. مشاهدين، أن الحديث مع كابتن عبد الرزاق حمد الله سيتناول ملفات كثيرة، لكن بالذات ملف القضايا المنظورة فإنها لن يتم تناولها لأنها لا زالت منظورة ولا يحبذ الكابتن عبد الرزاق حمد الله الحديث فيها. لكن خليني أسألك سؤال افتتاحي. أنت ما شاء الله الآن 4 مواسم تقريبا في المملكة العربية السعودية، إيش تقول عن تجربتك بشكل كامل فيها؟ في الحقيقة يعني قرابة 5 سنوات، مش 4 سنوات. يعني أنا في سنتي الخامسة هنا في المملكة. أكيد خارج كرة القدم فأنا الحمد لله مرتاح، ومرتاح بالجميع الأماكن اللي أروح لها، يعني مكة المكرمة، المدينة، أي مكان هنا أروح وأنا مرتاح فيه. لكن كيف تعرف أنت، يعني عالم كرة القدم فيه شوية ضغوطات لكن أنا بالنسبة لي يعني هذا الشيء اللي خلاني أبقى في الدوري هنا، لأنه يعتبر أقوى دوري في آسيا وفي الوطن العربي. فأنا بالعكس يعني أحب أبقى في المكان اللي فيه الندية في الملعب وخارج الملعب. احنا اليوم 6 نوفمبر وانت انتقلت للاتحاد في شهر 12 ديسمبر. 11 شهر كابتن تعرضت فيها لضغوط ضخمة جدا. البعض يقول انه حمد الله يعني الضغوط بالنسبة له بحال فنجان القهوة، يعني مزاجه تحت الضغط يبدع. ايش تعليقك على هذا الكلام؟ شوف، ما دام أنا لاعب محترف ولاعب كرة القدم، فهذه الضغوطات وهذه الأشياء يعني داخلة في عالم كرة القدم. بالعكس يعني إذا ما كان الجمهور ينتقدني والجمهور يتكلم علي ما راح أطور من نفسي. بالعكس يعني هذه الأشياء هي اللي تخلي اللاعب يجتهد أكثر، وتخلي اللاعب أنه يبقى مركز، وتخليه يعطي أكثر. وبالنسبة لي أنا فكما قلت مرارا وتكرارا، فالانتقادات هي دافع بالنسبة لي أنا، والضغوط هي درج أطلع فيه أنا فقط. يعني تعرضت كابتن انت يعني نقدر نقول لحملة قوية ضدك في بالذات من بعض الجماهير، وتعرضت ايضا لحملة دفاع كبيرة جدا من محبينك على الطرف الآخر. ايش تقول للناس اللي دافعت عنك وكانت معك طوال ال10 أشهر الماضية، وتقول للناس ايش اللي كانت تنتقدك ايضا في ال10 شهور الماضية؟ أولا أبدأ بالناس اللي كانت تنتقد. تعرف أن ربما تنتقد في نسبة كبيرة، تنتقدك لأنه تحبك، يعني ما تبغى تشوفك في نادي آخر. وفي نسبة أخرى من الجمهور تنتقد من أجل محبة فريقها، يعني وهذا حقهم مشروع. وكما قلت لك أنا بالنسبة لهذا الانتقاد فلا أعطيه أي اهتمام أبدا. أما بالنسبة للفئة اللي كانت معايا وأغلبيتها من جماهير الاتحاد، فمشكورين كثير كثير يعني، وعليهم عليهم حق. وإن شاء الله بإذن الله أحاول أني هذا السنة أفرحهم وأرجع لهم المثيل بإذن الله. في سؤال كان من مشاهد يقول هل راح تكون انت يعني لو تم اختيارك للمنتخب المغربي في كاس العالم، هل انت جاهز بدنيا، خاصة ان الدوري السعودي متوقف منذ فترة وكاس العالم فترة قريبة؟ ويعني تقريبا كثير من الدوريات توقفت، وخير مثال أنا حين المنتخب السعودي حتى هو توقف في الدوري هنا، وسووا معسكر ويجتمعون يلعبون مباريات ودية. فنفس الشيء بالنسبة لي أنا، يعني ما توقفت على التمارين، كنت أتمرن. الحين دخلت في معسكر مع فريقي، عندنا مباريات ودية حنلعبها قبل تجمعات.
وفي حالة إذا تمت المنادات علي فأكيد أني جاهز بدنيا ونفسيا وكل شيء. في مشاهد كان يقول إن لو فرضنا دخل عبد الرزاق حمد الله تشكيلة المنتخب المغربي كيف سيستطيع أن ينسجم مع المجموعة؟ لعبت تقريبا في 4-5 دوريات، ولعبت مع برازيليين، مع افريقيين، مع اوروبيين، مع صينيين، مع خليجيين، مع جل الانواع والاشكال حق اللعيبه، والحمد لله يعني منسجم مع الكل يعني. هذا الشيء حتى انا اسمعه يعني كيف حتنسجم مع اللعيبه المغاربه يعني اللي ينسجم مع جميع الأجناس فأكيد حينسجم مع أبناء وطنه وأبناء بلده وجلده. كيف علاقتك كابتن مع زملائك اللاعبين في المنتخب المغربي؟ وهو في الحقيقة يعني أنا أشوف كثير من الإعلام يتكلمون على أنه حمد الله له علاقة مو حلوة مع اللعيبة حق المنتخب، وهذا شيء يعني بالعكس. يعني أكثر من 60 إلى 70% من اللعيبة حق المنتخب عندي معهم تواصل شبه مستمر وشبه يومي، ودائما ما نتكلم ودائما ما نلتقي ودائما ما عندنا علاقة ممتازة، والحمد لله يعني علاقتي مع جميع اللعيبة حلوة يعني وممتازة. في 2019 كابتن عبد الرزاق أنت غادرت معسكر المنتخب المغربي من 3 سنوات تقريبا. ليش غادرت معسكر المنتخب في 2019؟ هذه هي النقطة كما يقال نقطة التحول في مشوار عبد الرزاق حمد الله مع اليوث الأطلسي. في الحقيقة يعني هذه النقطة يعني مش تحول فقط مع أسود الأطلس، لكن أنا أعتبرها يعني نقطة سوداء في حياتي الكروية وفي مسيرتي الكروية على غرار يعني الأسباب، لكن أنا شخصيا أعتقد أنه كان مفروض ما أسوي هذا الغلط حقيقة، لكن أعتقد في تلك اللحظة يعني سويت هذا الغلط عن دون قصد، لم أفكر يعني على عواقبه، وبالعكس أنا أخذت عواقب يعني بالنسبة لي أنا كلاعب كرة قدم وخيمة أنه تبعد من المنتخب 3 سنوات، فهذا في حد ذاته عقاب لذلك الخطأ. لكن كما قلت في أول مرة يعني شكرت الجمهور المغربي على وقفتهم معايا، أبغى أعتذر لهم مرة أخرى وأعتذر لأي مسؤول على هذا الخطأ اللي سويته. شوف، هو معروف أن عبد الرزاق حمد الله مش بسهولة يعتذر أو يتراجع، بس واضح أنك أنت تشعر يعني بالحنين لخدمة بلدك وللقميص الوطني، واضح بعد أنك أنت في راسك حاجة في كأس العالم، يعني أنت ناوي تخدم بلدك في كأس العالم بشكل غير مسبوق، وهذا اللي أدى أنه حمد الله يقرر يفتح صفحة جديدة مع الجميع. هل أنا يعني قرأت ما في مكنونك بشكل صحيح؟ تقريبا، لكن أنا مش مو بسهولة أني أعتذر، بالعكس في حياتي كلها يعني حياتي الخاصة أو حياتي المهنية أو حياتي يعني إذا سويت خطأ أعتذر للشخص اللي سويت له الخطأ، فما بالك أنك تسوي الغلط يعني مع ناس يحبوك يعني زي الجمهور المغربي، وفي الأخير يعني المنتخب الوطني يبقى الأب الروحي لأي لاعب مغربي. صحيح. فأكيد يعني لا مثل جميع اللاعبين المغاربة يحلمون أنهم يلعبون كأس العالم، والحمد لله يعني فتحت صفحة جديدة في أول اتصال كان مع المدرب وليد الركراكي، يعني كما كان قال لي أنه إحنا الحين في صفحة جديدة، ومن ذاك اليوم أنا في صفحة جديدة مع المنتخب، يعني لم يكتب لي أني أكون معهم في آخر معسكر، وأتمنى إن شاء الله إذا اختارني المدرب أن أكون معهم في كأس العالم، فراح أكون معهم إن شاء الله، وإن شاء الله إذا كنت معهم راح أعطي كل ما عندي وأكثر.
إذا ما كنت معهم فراح أكون أول مشجع للمنتخب الوطني. طيب بعيدا عن موضوع اختيارك يظل هو قرار الجهاز الفني في المنتخب المغربي، لكن لو فرضنا تم اختيارك، طموحاتك الشخصية لمنتخب بلادك في المونديال، ايش شايف حظوظ المنتخب المغربي؟ نتمنى إن شاء الله أني أكون معهم. وبالنسبة لي أنا فأعتقد أنه المنتخب المغربي منتخب قوي. أكيد أنه إحنا في مجموعة قوية بعد، لكن اللعيبة اللي موجودين في المنتخب فهم يلعبون في مستويات عالية، ولعيبة يعني محترفين، وإن شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يسهل أمرنا في هذه المجموعة، وأكيد بمساعدة الجمهور المغربي والجمهور العربي. يعني ممكن إن شاء الله أنه المنتخب المغربي يتأهل الدور الثاني إن شاء الله. أنت في رأيك أجمل نسخة كانت للمنتخب المغربي في كأس العالم كانت أي جيل؟ وأنا ما أتذكر كثير أكون صريح معك، لكن اللي أسمع واللي أعرف أنه نسخة 1986 اللي تأهلوا للدور الثاني يمكن، ولا في المكسيك ربع، ولا في ما المكسيك. أتذكر بالكثير. لكن بالنسبة لي أنا يعني أشوف أنه نسخة 1998 اللي حضرتها وشفت بعد المباريات، فكان المنتخب بالنسبة لي ممتع.